هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام متابعي ذات أرينا حيثما كنتم وحيثما أصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 21 من مايو. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، نقدم لكم في الجزء الأول منه تعليق حول زيارة المبعوث الأمريكي إلى أسمرة واجتماعه مع الرئيس الإريتري إسياس أفورقي. في الجزء الثاني نقدم لكم تقريرا صحفيا حول مؤتمر باريس لمناقشة ديون السودان. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. مجلس الأمن الدولي يحذر من عدم كفاية حملات التطعيم في أفريقيا. الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لدعم السودان سياسيا وماليا. المحكمة العليا في أوغندا تحكم على قاتلي رجل أعمال إريتري بالسجن 50 عاما. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. شدد مجلس الأمن الدولي في بيان تم تبنيه بالإجماع على ضرورة زيادة المساعدات لأفريقيا لتعزيز تصديها لجائحة كورونا، خصوصا على صعيد اللقاحات، معتبرا أن حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في القارة الأفريقية غير كافية. وجاء في البيان الذي تم تبنيه خلال جلسة وزارية حول السلم والأمن في أفريقيا عقدت عبر الفيديو بدعوة من الصين، أن مجلس الأمن يعتبر أن تلقي أفريقيا 2% فقط من مجمل اللقاحات التي تم توزيعها على مستوى العالم مثير للقلق. وتابع البيان: يجب إتاحة التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات النوعية والآمنة والفعالة بشكل عادل للجميع، ولا سيما الأكثر ضعفا، وبتكلفة معقولة من أجل مكافحة وباء كوفيد-19. وأوضح النص أن مجلس الأمن يدعو الدول المتقدمة والجهات ذات المقدرة إلى تسريع منح الجرعات اللقاحية الآمنة والفعالة للبلدان الأفريقية التي تحتاج إليها. وشدد البيان كذلك على ضرورة تعزيز الدعم للبلدان الأفريقية، خصوصا تلك التي تشهد نزاعات، وكذلك للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، لتمكين هذه البلدان من التعافي من الجائحة ومن إعادة البناء بشكل أفضل، بما يتيح إيجاد ظروف أكثر عدلا وأكثر مساواة وأكثر إنصافا وأكثر شمولا. وكان مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي قد أعرب عن أمله بحصول انفراج على صعيد تسليم الجرعات اللقاحية المضادة لكوفيد-19 في القارة في مطلع الربع الثالث من العام الجاري. أكد السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والسياسات الأمنية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه ووقوفه إلى جانب السودان سياسيا وماليا من أجل التحول الديمقراطي في البلاد. وقال جوزيف بوريل في تغريدة له على تويتر: حضرت مؤتمر باريس حول السودان الذي استضافه الرئيس مانويل ماكرون. وأضاف: يظل الانتقال التاريخي للسودان مصدر إلهام مهم لمستقبل المنطقة. وأشار أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب التحول الديمقراطي في البلاد سياسيا وماليا. للمزيد مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام حول هذا الموضوع، تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث عقب نشرتنا الإخبارية. قالت وسائل إعلام أوغندية بأن قاضي المحكمة العليا في كامبالا السيد إنجيل فلافيو سيروغا أصدر في 17 من الشهر الجاري حكما بالسجن لمدة 50 عاما على 3 جنات قاموا بقتل رجل أعمال إريتري وسلب أموال كانت بحوزته. وكان ضابط برتبة نقيب في الجيش الأوغندي ومعه 2 آخرين، أحدهما خريج كلية حقوق في 33 من العمر، وآخر لم تحدد مهنته يبلغ من العمر 28 عاما، قد قاموا بخطف التاجر الإريتري دانييل ميكائيل والدو من ضاحية كولولو في العاصمة كامبالا، وأطلقوا 3 رصاصات على صدره وسلبوه مبلغ $55,000 كانت بحوزته، ثم قاموا بحرق جثته بالقرب من الحدود الكينية.
وتم القبض عليهم والتحقيق معهم وأخيرا الحكم عليهم. واكتفت المحكمة بسجنهم لمدة 50 عاما بسبب عدم وجود عقوبة الإعدام في أوغندا. الجدير بالذكر بأن أوغندا تضم جالية كبيرة من رجال الأعمال الإريتريين الأغنياء. هذه إذاعة إرنا. بهذا الخبر مستمعاتي الكريمات مستمعي الكرام من كامبالا نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مجلس الأمن الدولي يحذر من عدم كفاية حملات التطعيم في أفريقيا. الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لدعم السودان سياسيا وماليا. المحكمة العليا في أوغندا تحكم على قاتلي رجل أعمال إريتري بالسجن 50 عاما. استمعتم مستمعاتي الكريمات مستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إيران الدولية من باريس. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في الجزء الأول من حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والتي نخصصها لتناول مخرجات الزيارة التي قام بها مبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي ولقائه مع الرئيس الإريتري، وذلك عبر قراءة لعمود عين راصدة الأسبوعي تحت عنوان العقبة الكادة أمام المبعوث الأمريكي بقلم فتحي عثمان. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أصدر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في 14 من مايو الجاري بيانا حول زيارة المبعوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان لكل من مصر وإثيوبيا وإريتريا والسودان، وهي الزيارة الأولى للمبعوث للمنطقة التي استمرت من 4 وحتى 13 من الشهر الجاري. وحسب تغريدة لوزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسقل، اجتمع المبعوث الأمريكي مع الرئيس إسياس أفورقي لمدة 4 ساعات كاملة. احتوى تقرير المتحدث باسم الخارجية حول اجتماع أسمرة على سطر واحد فقط، وهو: في أسمرة أوضح المبعوث الخاص فيلتمان للرئيس إسياس أفورقي ضرورة الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من إثيوبيا. لا يتناسب هذا السطر مع الوقت الطويل الذي أخذه الاجتماع. هذه إذاعة إرنا. يبدو أن المبعوث الأمريكي وفي هذا الاجتماع الاستثنائي وقع ضحية لأستاذية الرئيس إسياس أفورقي، حيث يمكن الاستنتاج أن الاجتماع كان عبارة عن مونولوج طويل حول الويانة، تاريخهم وتآمرهم ضد إريتريا وأخيرا سقوطهم المزري. الإريتريون يعرفون محاضرات رئيسهم المملة من خلال وسائل الإعلام، ويبدو أن المبعوث الأمريكي أخذ واحدة منها. وقبل لقائه بالمبعوث الأمريكي كان الرئيس الإريتري في الخرطوم، حيث التقى بوزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي. والناظر لصورة الاجتماع يمكنه وبدون عناء قراءة لغة جسد الرئيس الزائر، وهو يبدو في أحد تجلياته الأستاذية وهو يمد رجليه ويحاضر الوزير الجالس أمامه في تأدب ظاهر. إن ازدراء الحاضرين والاستخفاف بالمراسم الدبلوماسية هما سمتان شخصيتان بارزتان للرئيس إسياس أفورقي. وكما أشرنا في مقال سابق، فإن الهم الأمريكي ينحصر في تأمين انسحاب فوري ومراقب للقوات الإريترية من تيغراي. ولكن هل الانسحاب في الوقت الراهن أحد خيارات دكتاتور أسمرة، وبأي ثمن؟ إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. انسحاب القوات الإريترية من تيغراي يعني فشل جهود حليفه أبي أحمد في تأمين إقليم تيغراي، ويعني كذلك استعادة قوات تيغراي المتشرذمة زمام المبادرة العسكرية. وفي هذه الحالة لن تسلم إريتريا في المدى القريب أو البعيد من وابل نيران التشفي والثأر التيغراوي، وهو أمر لا يرغب فيه أفورقي. إن الأحوط كان بالنسبة له هو عدم الانخراط في هذه الحرب من الأساس،
ولكن هذا القرار يحتاج إلى بصيرة وتسام، وهو ما لم يظهر في قرار المشاركة والاستمرار في الحرب حتى الآن. يبدو أن إيسياس أفورقي حشر نفسه في أحرج المواقف السياسية مطلقا، فلا هو قادر على الاستمرار في الحرب مع تزايد الضغوط الدولية عليه، ولا هو قادر من ناحية أخرى على اتخاذ قرار الانسحاب خوفا من تبعاته المميتة، وفي الحالتين هو في وضع كش ملك. سيقف المسار الدبلوماسي للمبعوث الأمريكي أمام عقبة كادة، وهي تحقيق انسحاب القوات الإريترية، وهو الأمر الذي سوف يماطل فيه الدكتاتور إيسياس حتى الرمق الأخير، مما يفتح الباب لإجراءات أكثر فعالية لإجباره مرغما على الانسحاب والتعامل مع تبعاته وفقا لما يستجد. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام الجزء الأول من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وجاء تحت عنوان العقبة الكادة أمام المبعوث الأمريكي، وهو المقال الأسبوعي تحت عين راصدة. هذه إذاعة إرنا. في الجزء الثاني نقدم لكم تقريرا حول مشاركة السودان في المؤتمر الاقتصادي في باريس، والذي حصل بموجبه السودان على إعفاء من ديونهم من كل من فرنسا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والنرويج، وفرنسا التي استضافت المؤتمر وشطبت 5 مليارات دولار من ديون السودان. التقرير كتبه لوكالة الأنباء السودانية سونا الصحفي صلاح علي سر الختم قبل بدء أعمال المؤتمر، وفيه يسلط الضوء على الديون الاقتصادية للسودان والآمال المعقودة على التخلص منها. متابعة طيبة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تقرير صالح علي سر الختم لوكالة السودان للأنباء. يقول صالح سر الختم: تستضيف العاصمة الفرنسية يوم الاثنين مؤتمر باريس لدعم السودان، والذي يرعاه شركاء السودان وتنظمه فرنسا بحضور رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بمشاركة 40 دولة ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال وعدد كبير من المنظمات الدولية والعربية والأفريقية. ويهدف المؤتمر إلى التطبيع الكامل للسودان في المجتمع الدولي وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة السودان، وإبراز فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص. وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في تصريحات صحفية: نحن ذاهبون إلى باريس لكي نوفر للمستثمرين الأجانب فرص الاستثمار في السودان. وأضاف قائلا: قبل وصولنا لباريس توافقنا على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الأفريقي، وفي باريس سنتوافق على معالجة ديون صندوق النقد الدولي، وبالتالي سنبدأ عملية إعفاء الديون، لأن السودان وبشهادة صندوق النقد سيكون قد تأهل تماما ليستفيد من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. لفت رئيس الوزراء إلى أن مشاركة السودان في مؤتمر باريس ليس لجمع المنح والتبرعات، وإنما لتأكيد عودة البلاد القوية والمستحقة للمجتمع الدولي. من جانبه توقع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم أن يجذب مؤتمر باريس عددا كبيرا من المستثمرين الأجانب للاستثمار في مختلف القطاعات المهمة في السودان في مجالات الطاقة والزراعة والطرق والبنية التحتية وخطوط السكك الحديدية. وقال جبريل في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن الحكومة عدت مشروعات بصورة ممتازة سيتم عرضها على المستثمرين في المؤتمر الذي يشارك فيه رجال أعمال ومستثمرين وسياسيين. وقال أن السودان يهدف إلى إعفاء متأخرات صندوق النقد الدولي عليه، والتي قطعت شوطا كبيرا، خاصة وأنها ستشارك في المؤتمر أطراف ستساعد في تحقيق هدف إعفاء ديون الصندوق على السودان. واعتبر الدكتور جبريل مؤتمر باريس فرصة للقاء الدانين من نادي باريس والأطراف الأخرى من الدائنين والمؤسسات المالية الدولية، وهي خطوة لإعفاء ديون السودان التي تقدر ب60 مليار دولار. وأكد أهمية المؤتمر وقال أن السودان سيخرج منه بأن يصبح جزءا فاعلا ومهما في المجتمع الدولي والاقتصاديات الدولية، وسيحصل على استثمارات كبيرة، وهي فرصة لعرض إمكانيات السودان للاستثمار لصالح المواطن ولصالح الأجيال. وقال وزير الاستثمار الهادي محمد إبراهيم أن بلاده جهزت قائمة مشروعات حيوية لطرحها خلال مؤتمر باريس. وقال الوزير خلال مخاطبته ورشة عمل حول المؤتمر إقيمت بباريس أن حكومة بلاده عدت قائمة ب18 مشروعا في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية والموانئ. وأضاف
سيتم أيضا إعداد 26 موقعا للتعدين سيتم طرحها خلال المؤتمر. وكذا وزير الاستثمارات أن السودان لا يريد أن يتسول في مؤتمر باريس، إنما جاء لعرض فرص الاستثمار. وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة حينها الدكتورة هبة محمد علي أحمد حددت في يناير من العام الجاري ماذا يريد السودان من مؤتمر باريس، حين قالت لإحدى الصحف المحلية بأن السودان يسعى للحصول على إعفاء من كافة ديونه من نادي باريس. وقالت الوزيرة أن مؤتمر باريس يهدف بالأساس للترحيب بعودة السودان للمجتمع الدولي، وسيكون هناك برنامجان أساسيان يخصص لكل منهما يوم، أحدهما لتشجيع الاستثمار العالمي والفرنسي في السودان، والآخر لمناقشة الديون. وأكدت بأن السودان يسعى للحصول على إعفاء من كافة ديون نادي باريس. وعن حجم الديون التي يمكن تسويتها في باريس، قالت المسؤولة أن حجم الديون لدى نادي باريس تصل لنحو 38% من جملة الدين العام، وتمثل أعلى نسبة من الدين في نادي باريس لدول الولايات المتحدة، فرنسا والنمسا بشكل أساسي. ويسعى السودان لإعفاء كافة ديون نادي باريس والتي تصل إلى 17 مليار دولار عبر تقديم شرح لحزمات الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتؤكد جديتها التي تسمح بإعفاء ديونها، بجانب إطلاق نقاش مع دول خارج نادي باريس، وقد تم إبلاغها بحضور الصين. وأشارت إلى أن ديون السودان لصالح الصين تبلغ 2.5 مليار، وهو يسعى لإعفائها، وستكون عملية الإعفاء خطوة هامة وحيوية لعملية تسوية الدين السوداني، لأنها ستكون بداية لإطلاق حوار مع دول خارج نادي باريس لتسوية الديون بذات الشروط، مثل السعودية والتي تبلغ ديونها على السودان 4 مليارات دولار، والكويت وبقية الدول الأخرى التي يصل حجم ديونها لنحو 37% من إجمالي الديون التي يقدر حجمها بنحو 56 مليار دولار. هذه إذاعة إرنا. وعن الاستثمارات، قالت الوزيرة أنه تم وضع خطة تستهدف أهم قطاعات للنهوضة الاقتصادي، أولها قطاع البنية التحتية والموانئ، المواصلات والاتصالات والطرق والطاقة والتعدين والزراعة والثروة الحيوانية. وهذا لن ينجح بطبيعة الحال دون تهيئة البيئة الاستثمارية. وقد قمنا باتخاذ جملة من الترتيبات، وتم توقيع عدة قوانين وقرارات لتهيئة البيئة الاستثمارية، أبرزها قانون الاستثمار الذي تم التوقيع عليه. وعشية الانعقاد توالت البشائر بموافقة بنك التنمية الأفريقي على تسوية متأخرات السودان البالغة 413 مليون دولار، فيما أكملت مجموعة البنك عملية تصفية المتأخرات المستحقة على السودان، مما يهيئ البلاد للوصول الفوري إلى تمويل جديد. كما تمت تسوية المتأخرات المستحقة لمجموعة بنك التنمية الأفريقي من قبل السودان، وذلك بدعم من حكومة المملكة المتحدة من خلال تمويل تيسيري قدره 148 مليون جنيه استرليني لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق التنمية الأفريقي، في حين قدمت السويد منحة تمويل حوالي 4.2 مليون دولار لتغطية حصة السودان من أعباء العملية. كما التزمت جمهورية إيرلندا بتقديم 150 ألف يورو لخدمة الديون المستقبلية للسودان. التعليقات الدولية على الإعفاءات عديدة، أهمها من ديفيد ميلباس رئيس البنك الدولي في تصريحات سابقة له من العام الجاري، حيث أن الخطوة تعني أن السودان بمقدوره الآن الوصول إلى منح بملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية. وسداد المتأخرات للسودان والتي تعود إلى سنوات حكم الرئيس السابق عمر البشير وما قبله أصبح ممكنا عبر قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الحكومة الأمريكية. فيما قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في تصريحات سابقة أيضا حول إعفاءات وقروض تيسير سابقة أن السودان يستحق الإشادة لتنفيذ ما وصفته بالبرنامج الاقتصادي القوي الذي يدعم تحول البلاد إلى النظام الديمقراطي بعد 3 عقود من العزلة الدولية. وقالت في بيان لها: يسر الولايات المتحدة أن تدعم تلك الجهود عبر مساعدة السودان في تسوية متأخراته للبنك الدولي. إنه تحرك سينقل السودان خطوة أخرى أقرب للحصول على إعفاء من الدين تشتد الحاجة إليه، ويساعد الدولة على إعادة الاندماج في المجتمع المالي الدولي. نشأت مجموعة نادي باريس عقب لقاء بالرئيس الأرجنتيني خوان دومينغو بيرون عام 1955. أراد النظام الجديد حينها في بيونس آيرس إعادة هيكلة ديون البلاد مع الدائنين، وتقدمت الدولة اللاتينية بطلب عضوية لصندوق النقد والبنك الدوليين من أجل جدولة الديون والوفاء بالالتزامات المالية.
عقدت الأرجنتين على إثر هذه الاتصالات اجتماعا مع دائنيها الرئيسيين في 16 مايو عام 1956 في العاصمة الفرنسية باريس بدعوة من وزير الاقتصاد الفرنسي وقتها، وكان هذا الأمر بمثابة انطلاق غير رسمي لكيان نادي باريس، ومنذ ذلك الحين ظل ينعقد حتى الآن في مقره بوزارة الاقتصاد في بيرسي في العاصمة الفرنسية باريس. عام 1962 أصبح نادي باريس بجانب صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين بمثابة أداة استراتيجية للدول المتقدمة في تعاملاتها مع الاقتصاد العالمي. تشكل نادي باريس في بادئ الأمر من 11 دولة من دول العالم المتقدمة كدول مؤسسة، ارتفعت بعدها إلى 19 دولة، ثم انضمت مؤخرا دولة أخرى ليصبح عدد بلدان 20 دولة، وتلك الدول هي استراليا وأمريكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان وروسيا والسويد وسويسرا وبريطانيا وكندا، وهي عبارة عن الدول الدائمة، وأحيانا ينضم لها دول أخرى غير دائمة في بعض المناسبات. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لا زلتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون للتقرير الذي سبق مؤتمر باريس والذي كتبه صالح علي سر الختم لوكالة السودان للأنباء. يلتقي أعضاء نادي باريس كل 6 أسابيع في بيرسي، ويترأس هذا الاجتماع الذي يحضره مسؤولون من 20 دولة، مسؤول رفيع المستوى من وزارة المالية الفرنسية خلف الأبواب المغلقة. يتم مناقشة العديد من القضايا المالية المتعلقة بالدول المدينة والتي أثقلت الديون كاهلها، ربما نتيجة حروب أو صراعات دموية أو أزمات اقتصادية. يكمن الهدف العام لنادي باريس في مساعدة الدول المدينة على سداد ديونها والخروج من أزماتها المالية وتحسين أوضاعها الاقتصادية والحيلولة دون الإعلان عن إفلاسها. تتم جدولة ديون تلك الدول من قبل النادي بتوصية ضرورية من صندوق النقد الدولي، وبالتالي لابد أن تكون الدولة عضوا في الصندوق وأبرمت اتفاقا معه، وقبل جدولة ديونها بواسطة النادي تكون قد مرت بالعديد من الإجراءات التقشفية وبعض الإصلاحات الأخرى. يتم اللجوء لنادي باريس لإعادة جدولة الديون أو شطب جزء منها أو إلقائها بالكامل كملاذ أخير غالبا قبل التعثر في السداد. أما عن كيفية أداء هذه المهام، فعندما تتقدم دولة مدينة بطلب لجدولة ديونها أو شطب البعض منها كملاذ أخير، يرسل صندوق النقد برنامجه وشروطه التي اتفق عليها مع تلك الدولة لنادي باريس لمراجعتها ومعرفة مدى التزام تلك الدولة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. يتم عقد مناقشات بين مسؤولي نادي باريس ومندوب الدولة المدينة لبحث كيفية الخروج من أزمتها والحيلولة دون إفلاسها، وفي هذه الأثناء تعقد جلسة للدولة المدينة بأعضاء مجموع النادي. بعد ذلك يخرج مندوب الدولة المدينة من الاجتماع وتنعقد جلسة مغلقة على الدول الأعضاء للنادي لبحث كيفية جدولة ديون هذه الدولة وإخراجها من أزمتها ومدى إمكانية شطب ديونها، وبعد التوصل إلى اتفاق مشترك تبلغ المقترحات للمدينين لبحثها مجددا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام الجزء الثاني من برنامجكم تعليق على الحدث، وخصصناه لقراءة تقرير صالح علي سر الختم لوكالة السودان للأنباء حول تخفيض وجدولة ديون السودان بعد مؤتمر باريس. وبهذا القدر مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل الختام ولمن فاته متابعة نشرتنا الإخبارية أقدم لكم موجزا سريعا لها. مجلس الأمن الدولي يحذر من عدم كفاية حملات التطعيم في أفريقيا. شدد مجلس الأمن الدولي في بيان تم تبنيه بالإجماع على ضرورة زيادة المساعدات لأفريقيا لتعزيز تصديها لجائحة كوفيد-19 خصوصا على صعيد اللقاحات، معتبرا أن حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في القارة الأفريقية غير كافية. الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لدعم السودان سياسيا وماليا. أكد السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسات الأمنية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه ووقوفه إلى جانب السودان سياسيا وماليا من أجل التحول الديمقراطي في البلاد. المحكمة العليا في أوغندا تحكم على قاتلي رجل أعمال إريتري بالسجن 50 عاما.
قالت وسائل إعلام أوغندية بأن قاضي المحكمة العليا في كامبالا السيد أنجيل فلافيو سيروغا أصدر في 17 من الشهر الجاري حكما بالسجن لمدة 50 عاما على 3 جناة قاموا بقتل رجل أعمال إريتري وسلب أموال كانت بحوزته. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، وكالعادة أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج والبرامج الأخرى لإذاعة إيرنا. تقبلوا تحياتي محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرنا.